السلام عليكم يا حبايب قلبي، طلاب الصف الاول الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وزي الفل. معاك مستر ايمن يا بطل، والنهارده عندنا الدرس الثاني بعنوان خصائص سكان قاره افريقيا. النهارده يا بطل هنكلمك على الجزء الاول من خصائص سكان قاره افريقيا. طب اتكلمنا عليه مثلا في الجزء الاول؟ اتكلم على التركيب العمري والنوعي، التركيب الاقتصادي، وكمان عندنا التركيب اللغوي. يلا بينا يا بطل نبدا درسنا. بسم الله. بقول يا بطل: تمثل الخصائص السكانيه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد ضعف أو قوة القارة. يعني لما أنا بفهم الخصائص السكانية دي بقدر أحدد ضعف أو قوة القارة بتاعتنا. وأول خصائص دي عندنا التركيب النوعي والتركيب العمري لسكان قارة أفريقيا. يعني إيه مستر تركيب نوعي ويعني إيه تركيب عمري؟ قال لي بكل بساطة التركيب النوعي ده هو نوعهم، هم ذكور ولا إناث. طب التركيب العمري هو عمرهم. هل يا صديقي كلنا اللي عايشين على كوكب الارض كلنا سننا واحد؟ قال لي لا يا مستر، في ناس عندنا صغيره قوي بنسميها اطفال، في ناس عندنا في عمر متوسط بنسميهم سن العمل او الشباب، طب في ناس عندنا كبيره تيتا وجده بنسميهم كبار السن. يبقى التركيب النوعي يا حبيب قلبي، التركيب النوعي هو نوعهم ذكور ولا اناث، التركيب العمري العمر. طب ده كله بنسميه ايه؟ قال لي بنسميه الهرم السكاني اللي انت خدته قبل كده يا صديقي. الهرم السكاني اللي انت شايفه ده، ايه الهرم السكاني؟ قال لي بكل بساطه هو رسم بياني بيوضح ايه؟ توزيع السكان حسب النوع او العمر. نقول كمان الهرم السكاني ده عباره عن ايه؟ قال لي رسم بياني بيوضح توزيع السكان حسب النوع او العمر. يبقى رسم بياني بيوضح توزيع السكان حسب النوع او العمر. كمان رسم بياني بيوضح توزيع السكان حسب النوع او العمر. ماشي، يبقى رسم بياني بيوضح لي توزيع السكان حسب كم حاجه يا مستر؟ قال لي حسب النوع. هو نوع ايه؟ قال لي نوعهم اناث ولا نوعهم ذكور. يبقى صح يا مستر، هو التركيب بقى مين؟ النوعي. طب بالنسبه للتركيب العمري، قال لي الفئات العمريه هل هم صغار سن ولا هم فئة سن العمل ولا هم ناس كبار في السن؟ يبقى التركيب النوعي نوعهم ذكور ولا إناث. طب التركيب العمري أعمارهم حسب الفئة العمرية. أنت عمرك صغير ولا متوسط سن العمل ولا فئة كبار مين؟ كبار السن. ده اسمه الهرم السكاني، توزيع السكان حسب النوع أو العمر. من خلال هرم السكان لقاره افريقيا يتضح ان عن التركيب النوعي والتركيب العمري نتكلم عنهم بالتفصيل. التركيب النوعي يا بطل لسكان قاره افريقيا، بص معايا للرسمه دي وهنفهم منها حاجات كتير قوي. بيقول لي ان تبلغ نسبه الاناث 50.1% من عدد السكان. ماشي، طب بنسبه الذكور الناحيه الثانيه قال لي 49.9. اقول له ما هو العددين متقاربين جدا. برافو عليك. وعشان كده يقول لي بقى مين؟ ان عدد الاناث وعدد الذكور ما بينهم توازن. يعني ايه توازن؟ يعني شبه متساويين. تعال نقول كمان، قال لي يبقى يتميز التركيب النوعي النوع لسكان افريقيا بالتوازن النسبي. دي اول نقطه عندنا في درسنا. اكمل. يبقى التركيب النوعي لسكان افريقيا توازن نسبي، هو بس الاناث بتزيد شويه صغنطوطين عن الذكور. ماشي، ولكن قلت لك تختلف نسبه الاناث عن الذكور. يعني يا مستر جينا سؤال في الحته الصغنطوطه قوي دي اللي يقول لي بقى مين نسبه الذكور اقل من الاناث؟ ده قليل قوي. اقول له هي ليه نسبه الذكور اقل من الاناث شويه؟ او ليه نسبه الاناث اكتر من الذكور شويه؟ اقول له عشان حاجتين. اول سبب فيهم عشان الهجره. مش انا قلت لك وبفكرك في الدرس اللي فات، قلت لك ان السكان من افريقيا بيهاجروا لدول تانية، بيروحوا عند الخليج العربي وكمان بيروحوا لدول اوروبا وامريكا الشماليه. طب مين اللي بيهاجر؟ البنت ولا الولد؟ لا الولد يا مستر. يبقى الهجره بتخلي الذكور هنا قليلين، هم هاجروا، والاناث اكتر. يبقى بكل بساطه تختلف نسبه الاناث والذكور من دوله للتانيه يا مستر علشان
الهجره. برافو عليك. طب ايه كمان؟ قال لي ارتفاع معدلات الوفيات في الذكور على الاناث، يعني الولاد بيموتوا اكتر من البنات. ارتفاع معدلات الوفيات بين الذكور عن الاناث، الولاد بيتوفوا اكتر من البنات. طب ليش؟ معنى يعني مناعتهم ضعيفه؟ لا، ده زي الفل. ولكن قاره افريقيا دي قلت لك فيها حروب وصراعات كتير، فمين اللي بينضم للجيش؟ الولد، فبيموت في الحرب يستشهد. فهنا نسبه الاناث تزيد شويه صغيرين عن نسبه الذكور. طب النقطه اللي بعديها يا بطل، يبقى ده التركيب بقى مين؟ التركيب النوعي. طب تاني نقطه عندنا، قال لي التركيب العمري لسكان قاره افريقيا. العمر، قال لي يتضح من الهرم بتاعنا، الهرم السكاني ده، ان القاعده بتاعته ذو قاعده عريضه. لا ما خدتش بالي، ناخد بالنا كمان، ركز معايا. ادي الهرم بتاعنا، الهرم ده قال لي يتضح بقى مين؟ ان القاعده بتاعته عريضه، من تحت كبير. بص من فوق قد ايه ومن تحت قد ايه. طب ده معنى ايه؟ معناه ان احنا عندنا ارتفاع في معدل المواليد، ما المواليد تحت، صغار السن تحت في قاعده الهرم. في النص عندي فئه سن العمل اللي بيشتغلوا اللي بينتجوا، فوق خالص كبار السن. يبقى من تحت عندي بقى مين؟ عندي كتير قوي صغار السن. يبقى اذا يتضح ان الهرم السكاني لقاره افريقيا ذو القاعده العريضه. يقول لي ليه؟ اقول له بسبب زياده عدد المواليد او ارتفاع عدد صغار السن. يبقى يا بطل كمان الهرم السكاني لقاره افريقيا من النوع ذو القاعده مين يا مستر؟ العريضه. ليه يا مستر؟ بسبب ارتفاع معدل المواليد. ده احنا عندنا مواليد كتير قوي وهم موجودين تحت، فالهرم ذو القاعده العريضه. ماشي. التركيب العمري ده قال لي يتضمن 3 فئات كبرى، 3 فئات كبيره. طب تعال نقسمهم. وليكن انا دلوقتي بقيت راجل موظف كبير في الدوله، بقيت رئيس وزراء. فجي رئيس الجمهوريه وقال لي يا محمد يا رئيس الوزراء، قلت له نعم. قال لي انا عايزك تقسم لي عدد سكان مصر كلهم ل3 فئات. قلت له حاضر. او 3 جروبات. قلت له حاضر. قال لي تحط في الفئه الاولى كل الاطفال اللي من اول سن 0، يعني من اول ما يتولدوا، قبل ما يكملوا يوم واحد، من اول ما يتولدوا على طول لغايه 14 سنه، في كلهم في فئه واحده، في مجموعه واحده. قلت له حاضر. طب وهنسميها ايه؟ قال لك هنسميها فئه صغار السن. خلاص انا موافق. طب المجموعه الثانيه هنسميها ايه؟ قال لك هنسميها فئه سن العمل، وتحط لي فيها كل السكان اللي عندهم 15 سنه لغايه 64 سنه. قلت له حاضر. يبقى كده عملنا مجموعتين، المجموعه الاولى صغار السن من 0 لغايه 14 سنه، وبعد كده المجموعه الثانيه من اول 15 ل 64. طب والناس الكبيره؟ قال لك تعمل لها مجموعه لوحدها. نسميها ايه؟ قال لي نسميها فئه كبار السن، ونحط فيها كل السكان اللي عندهم 65 سنه فاكثر، 65 66 67 بقى مين لغايه ما ربنا يديله العمر. قلت له خلاص حاضر ونعم. طب نمسك اول فئه عندنا، سميناها ايه اول فئه؟ برافو عليك، سميناها فئه صغار السن. الفئه دي صغيره، اللي سنهم صغير، اللي موجودين فين يا مستر؟ قال لي موجودين في قاعده الهرم من تحت خالص. عشان كده قلنا ان الهرم بتاعنا ذو القاعده العريضه بسبب زياده عدد كبار السن، زياده عدد صغار السن. ان الفئه دي نسبه الصغار دول قال لي 40%. كام يا مستر؟ 40% من اجمالي سكان افريقيا. ركز قوي، في 2000 كام؟ في 2024 40%. طب ده معناه ايه؟ معناه ان قاره افريقيا حاليا بتمر بالمرحله الثانيه من نظريه التحول الديموغرافي. بالمرحله كام؟ الثانيه. طب ايه المميزات بتاعت الثانيه دي؟ وايه اصلا النظريه دي؟ قال لي بكل بساطه النظريه دي بتقول ان عندنا ارتفاع في معدل المواليد وانخفاض في معدل الوفيات. يعني عندنا مواليدنا كتير ووفيتنا قليله. ارتفاع معدل مواليد وانخفاض معدل وفيات. ماشي خلاص. انا عرفت ان احنا عدد سكان صغار السن الموجودين تحت خالص في الهرم السكاني نسبتهم 40%،
والكلام ده سنه 2024، والمستر قال لي ركز في 24 عشان نتكلم عن حاجه ثانيه. ماشي خلاص. وان قاره افريقيا دي بتمر بالمرحله رقم 2 من نظريه التحول الديموغرافي. خلاص حفظتها. ودي الميزه اللي فيها ان فيها مواليد كتير ووفيات قليلين. خلاص حفظت. طب تعالى بقى نتكلم بدل من 24 نتكلم بحلول سنه 2050. ايه اللي هيحصل للفئه دي في سنه 2050؟ قال لي من المتوقع، عندنا توقع. طب التوقع ده بيقول ايه؟ بيقول ان عدد الفئه دي هيقل. طب والله كويس. هيقل بحلول كام؟ 2050. طب معنى ان يقل، اذا قاره افريقيا سوف تنتقل من المرحله الثانيه للمرحله الثالثه. من الثانيه يا مستر هنروح لفين؟ هنروح عند المرحله الثالثه التي تتسم به الاثنين فيهم انخفاض. انخفاض في معدل مواليد وانخفاض في معدل وفيات. دول كمان. يبقى من المتوقع ان تتناقص نسبة صغار السن في افريقيا. خلي النقطة دي. طب يعني معنى ذلك ان قارة افريقيا هتنتقل من المرحلة الثانية للمرحلة كام؟ الثالثة من نظرية التحول الديموغرافي. طب تتسم بايه؟ هنا عندنا ارتفاع وانخفاض. قال لك هنا بقى مين؟ هنا انخفاض في الاثنين. انخفاض معدل مواليد وانخفاض معدل وفيات. طب السؤال برضو اللي بيدور في دماغنا دلوقتي، هو ليه سنة 2050 هيقل المواليد؟ قول له عشان حاجتين مهمين جدا. اولهم قال لي برامج تنظيم الاسره. احنا هننظم الاسره، يعني هنخلف عدد قليل. يبقى اولهم برامج تنظيم الاسره. طب رقم 2 قال لي رعايه صحه الام، هنخلي بالنا من الام فعدد المواليد هيقل. يبقى رقم 1 بسبب برامج تنظيم الاسره، و2 رعايه صحه الام. خلاص كده انا فهمت كل نقطه في الفئه الاولى اللي فيها فئه صغار السن. طب الفئه رقم 2 اللي قال لي رئيس الدوله اعملها وسميناها، برافو عليك، اسمها قوه العمل او سن العمل. قال لي دي لو حطينا فيها السكان عندهم قد ايه؟ قال لي حطينا فيها سكان من اول 15 سنه ل 64 سنه. ماشي. اللي هي فئه سن العمل من 15 ل 4 مين؟ ل 64. دي موجوده فين؟ قال لي دي موجوده في النص. صغار السن تحت، دي موجوده في منتصف الهرم. ماشي. قال لي الفئه دي تزيد عن نصف سكان قاره افريقيا. يعني اكتر من 50% من سكان افريقيا تبع فئه سن العمل. الناس اللي بيشتغلوا، اللي بينتجوا، اللي بيعمروا، اللي بيطوروا. ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ ده سؤال مهم جدا من بين السطور. قال لي تزيد هذه الفئة عن نصف يا مستر، عن النص، ده أكتر من نص بكتير سكان القارة. إيه النتيجة المترتبة على ذلك؟ قال لي تمتلك القارة قوة عاملة كبيرة يمكن استثمارها في نمو الاقتصاد. الناس دي عدد سكانها كتير وهم اللي بيشتغلوا، فاحنا هنحاول نستثمرهم ان احنا نطور بيهم. هم اللي هيشتغلوا ويطوروا ويصنعوا، فهنبقى دولة قوية وقارة قوية بسببهم. يبقى تمتلك القارة قوة عاملة كبيرة يمكن استثمارها في نمو الاقتصاد. ولكن قال القارة افريقيا بتاعتنا دي فئة المتوسطة، فئة قوة العمل، بتعاني من بعض التحديات او الصعوبات. ليه؟ ما احنا كنا حلوين. قال لي عندها شوية مشكلات. طب ايه المشكلات اللي عندها؟ قال لي عندها 3 مشكلات. مشكلات متعلقة بالصحة والتعليم وقلة فرص العمل. يعني عندها مشكلات في الصحة، مفيش مستشفيات كتير، وعندها مشكلات في ايه؟ الصحة والتعليم، مفيش مدارس كتير، و3 قلة فرص العمل، مفيش فرصة عمل. يبقى تواجه فئة سن العمل عدة تحديات اللي هي يعني مثلا شوية صعوبات. طب صعوبات في ايه؟ في الصحة، في التعليم، وكمان قلة فرص العمل. ايه الفئة اللي بعدها يا بطل؟ هي فئة بقى مين؟ فئة جدو وتيتا، الناس الكبار السن دول. قال لي كبار السن في قارة افريقيا في تزايد مستمر، كل شوية بيزيدوا. ماشي خلاص تمام، حفظنا ان كبار السن كل شوية بيزيدوا. قال لي رغم ان هم بيزيدوا
الا ان النسبه بتاعتهم اقل من النسب العالميه. مش فاهم برضو؟ افهمك. هما بيزيدوا ولكن عندنا عددهم النسبه بتاعتهم 3% من سكان افريقيا. طب على المستوى العالمي كبار السن 10% من عدد السكان كمان. يبقى افريقيا دي فيها فئه اسمها فئه كبار السن، قلت لك بقى مين؟ جد وتيتا من 65 عاما فاكثر، موجودين فين؟ في قمه الهرم فوق خالص. صغار سن تحت، سن العمل في النص، اللي فوق خالص كبار السن. قال لي في 2023 تزيد هذه الفئه بشكل مستمر. هي بتزيد، طب كويس، يعني حاليا بقى مين؟ في الصاعد، في الطالع. فقد بلغت 3% من اجمالي سكان افريقيا، الا انها اقل من النسب العالميه. طب النسبه العالميه 10% من اجمالي السكان، ماشي، ده 2023. طب بحلول سنه 2050 قال لي من المتوقع ان الفئه دي تزيد، عددهم يكتر. طب ليه؟ قال لي بسبب تحسن الرعايه الصحيه. الناس دي جد وتيتا لما يتعبوا يروحوا المستشفى، يتعالجوا كويس، يرجعوا كويسين من غير حاله وفاه باذن الله. يبقى من المتوقع ان الفئه دي عدد سكانها تزيد بحلول 2050. ليه؟ بسبب تحسن الرعايه الصحيه. تحسن الرعايه الصحيه، هيلقوا مستشفى كويسه يتعالجوا فيها. يبقى عندنا الفئات: فئه صغار السن، فئه سن العمل اللي بيشتغلوا بابا وماما، فئه كبار السن جدو وتيتا. فئه صغار السن اللي هو انت منها، ده بالنسبه لي التركيب العمري. ثالثا التركيب الاقتصادي لسكان قاره افريقيا. يعني ايه مستر تركيب اقتصادي؟ تركيب اقتصادي يعني بتكلم على فلوس. برافو عليك، فلوس. قال لي بكل بساطه التركيب الاقتصادي هو تصنيف السكان حسب النشاط الاقتصادي الذي يمارسونه. يعني انا هاجي اقسمهم حسب الشغلانه اللي بيشتغلوها. هل كلنا بنشتغل نفس الشغلانه؟ لا، مستحيل يا مستر. يعني في حد باباه شغال مهندس، في باباه شغال دكتور، في باباه شغال عامل، في باباه شغال مدرس، فمختلفين. فبقول لي بقى مين؟ احنا نيجي نصنف السكان حسب النشاط الاقتصادي، حسب الحرفه بتاعتك. طب نمسك اول نقطه. قال لي اكتر ناس بيشتغلوا في افريقيا بيشتغلوا في الزراعه. طب نسبه قد ايه؟ قال لي نصهم بيشتغلوا في الزراعه. 50%، يعني نص القوى العامله في قاره افريقيا بيشتغلوا في الزراعه. ماشي خلاص، انا حفظنا ان نص السكان بيشتغلوا في الزراعه. طب دي رقم واحد، يعني اكتر حرفه بيشتغلوا فيها مستر هي حرفه الزراعه. خلاص انا حفظتها. طب مين تاني حرفه؟ قال لي الصناعه بنسبه 13.6. مش عايزك تحفظ الرقم قد ما تحفظ ان احنا اكتر ناس بيشتغلوا في افريقيا 50% نصهم بيشتغل في الزراعه، تاني حاجه بيشتغلوا في الصناعه. طب باقي السكان شغالين ايه؟ قال لي بيشتغلوا في حاجات تانيه كتير، شغالين في التجاره وشغالين في الخدمات. يعني ايه خدمات؟ يعني شغالين في الرعايه الصحيه، في التعليم، شغالين في السياحه، شغالين في الامن. دي كلها اسمها الخدمات. الخدمات الصحيه والتعليميه والسياحيه والامنيه، دول كمان. يبقى التركيب الاقتصادي لسكان قاره افريقيا. ما المقصود بالتركيب الاقتصادي؟ يعني ايه تركيب اقتصادي؟ قال لي تصنيف. انا هجيب بتوع الزراعه احطهم في مكان، وبتوع الصناعه احطهم في مكان، وبتوع التجاره احطهم في مكان. تصنيف، تقسيم، تصنيف السكان وفق النشاط الاقتصادي الذي يمارسونه. كلمه وفق يعني حسب، انا بصنفهم حسب النشاط الاقتصادي الذي يمارسونه. طب نبص على الشكل اللي قدامنا ده. هل كلهم حاجه واحده نفس الشغلانه؟ قال لي لا، يختلف نسب العاملين في الانشطه الاقتصاديه بقاره افريقيا كما يلي: 50% منهم بيشتغلوا في الزراعه، نص القوى العامله، ماشي حفظناها. طب النسبه الثانيه الصناعه 13.6. طب الباقيين، باقي السكان، يبقى ادي النص
في الزراعه، الجزء ده في الصناعه. طب الجزء ده كوكتيل بقى، تجاره على خدمات صحيه تعليميه امنيه سياحيه. يبقى الانشطه الاقتصاديه الاخرى كالتجاره والخدمات الصحيه والتعليميه والسياحيه والامنيه وغيرها يعمل بها باقي القوى العامله بافريقيا تقدر بنحو 36.4. طب لما اتكلمنا عن المنطقه دي اتكلمنا عن ان احنا عندنا زراعه وصناعه وكمان عندنا تجاره وخدمات. طب جنب ده في مشكله؟ قال لي المشكله هنا ان في جزء من الاطفال بيشتغل، في جزء من الاطفال بيشتغل. دي مشكله كبيره جدا بنسميها مشكله عماله الاطفال. مشكله في عماله الاطفال. شايف الصوره اللي قدامك دي يا صديقي كانه عيل صغنطوطي طفل صغير بيشتغل شايل طوب فوق دماغه، فده لسه صغير. دي اسمها مشكله عماله الاطفال. المفروض ما نشغلش اطفالنا وهو صغيرين، ياخدوا حريتهم الاول ويتعلموا كويس قوي وبعد كده يشتغلوا. فالمشكله دي عندنا عماله الاطفال قال لي منتشره جدا في قاره افريقيا، وكمان بيقول لي ان اكتر قاره بتشغل اطفالها هي قاره افريقيا. دي قاره افريقيا دي هي اعلى قارات العالم في عماله الاطفال. دلل. عايز الدليل ان قاره افريقيا دي هي اكتر قاره بتشغل اطفالها. اقول له الدليل؟ حاضر من عيني. بس كده اقول له ان يعمل طفل بين كل 5 اطفال في قاره افريقيا. ما بين كل 5 اطفال بيشتغل طفل، بيشتغل في الزراعه او الصناعه او الرعي، وكمان اكتر من كده بيقول لي يتم استغلالهم في الاعمال العسكريه. فاكر؟ افكرك قلت لك في بدايه الفيديو ان احنا عندنا نسبه عدد الاناث اكتر شويه من عدد الذكور. هنا اناث هنا الذكور. طب ليه الذكور اقل؟ قلت لك بسبب كثره حالات الوفاه بين الذكور، لانه بيستغلوهم في الاعمال العسكريه وبيدخلوا الجيش في صراعات وحروب. يبقى هنا بيقول لي ان هم الاطفال دول بيشتغل طفل ما بين كل 5 اطفال في الرعي او الزراعه او الصناعه، ويستغل بعضهم في الاعمال العسكريه. ماشي، بس اكيد برضه يا مستر في سبب ان الطفل ده يشتغل. ايه اللي يخليه يشتغل؟ قال لي اول نقطه ارتفاع معدلات الفقر. لما تبقى الدوله فقيره او الاسره فقيره، الاب يعمل ايه؟ يقول له انزل اشتغل ساعدني، انا مش قادر اكفيك واكفي اخواتك. فبقول لي اول نقطه عندنا ارتفاع في معدلات عماله الاطفال، يعني عدد كبير في عدد الاطفال بيشتغلوا علشان ارتفاع معدلات الفقر. ناس كتير قوي فقيره. ماشي. طب رقم 2 عكسها انخفاض معدلات القيد بالتعليم. يعني ايه الجمله دي؟ انخفاض معدلات القيد بالتعليم. قال لي معدلات القيد بالتعليم يعني الناس المتسجله في وزاره التربيه والتعليم ان هم بيتعلموا. قال لي مش متأيدين فمش متعلمين، ما بيروحوش مدرسه. طب يعملوا ايه؟ يشتغلوا. طب 3 الصراعات والحروب المنتشره في القاره. يبقى عندي 3 اسباب رئيسيه تؤدي الى ان الاطفال بيشتغلوا كتير في قاره افريقيا. انتشار عماله الاطفال بقاره افريقيا بسبب ارتفاع معدلات الفقر، ناس كتير قوي فقيره. قلت لك انخفاض معدل القيد بالتعليم، مش ناس كتير قوي متأيده عند وزاره التربيه والتعليم. طب 3 عدم الاستقرار السياسي في بعض دول القاره. ماشي. طب مين اول دوله فيها الاطفال بيشتغلوا؟ قال لي اولى دول قاره افريقيا عندنا دوله اسمها دوله اريتريا. اولى الدول اللي بيشتغلوا فيهم الاطفال. قال لي على مستوى افريقيا والعالم، يعني اول دوله في افريقيا والعالم الاطفال فيها بيشتغلوا في دوله اريتريا. ماشي، ده رقم 1. طب رقم 2 دوله الصومال. 3 الكونغو الديمقراطيه. دي اكتر 3 دول الاطفال بيشتغلوا فيها. اولى الدول افريقيا وعالميا في عماله الاطفال. طب المسؤولين عن قاره افريقيا اللي منهم الاتحاد الافريقي هل يسكت؟ قال لي لا، لازم نحل المشكله، لازم نعلم اطفالنا. هنسيبهم كده ما يتعلموش ويشتغلوا؟ لا، دي مشكله كبيره جدا لازم نلقى لها حل. قال لي نعمل ايه؟ قال لي نعمل 4 حلول. اول حل نعمل التعليم الاساسي اجباري، يعني اقرار الزاميه التعليم الاساسي. هنخلي الاطفال
في التعليم الاساسي يتعلموا بالعافيه اجباري. ما احنا عايزين نحافظ عليك، لازم نطلعك متعلم، لازم نطلعك فاهم، لازم نخلي بالنا منك، احنا مسؤولين عنك، لانك انت هتكبر فيما بعد وتبقى مسؤول عن الشعب. يبقى رقم واحد، الاتحاد الافريقي والعديد من المنظمات اتخذت بعض الحلول للحد من هذه المشكله. كلمه حد يعني التقليل. بيقول لي يقوم الاتحاد الافريقي وغير المنظمات بالعمل على الحد، يعني عايز يقلل عماله الاطفال للحد من مشكله عماله الاطفال. طب اول حاجه نعملها، قال لي اقرار الزاميه التعليم الاساسي، لازم نعلمهم اجباري. طب رقم اثنين، قال لي تقديم خدمات الدعم للاطفال العاملين، اديهم خدمات دعم، اساعد الاطفال اللي بيشتغلوا، يبقى تقديم خدمات الدعم للاطفال العاملين. طب ايه كمان؟ قال لي برامج محو الاميه، احط برامج. انا دلوقتي كنت بشتغل، طب ما عنديش فرصه اتعلم، اعمل ايه؟ سني كبر. قال لك لا، نعلمك وانت كبير، عباره عن برامج محو الاميه. يعني كلمه محو يعني بشيل الاميه، بخليك انسان متعلم، برامج محو الاميه. طب ايه كمان يا مستر؟ التوعيه بمخاطر عماله الاطفال، اوعي الشعب، اقول لهم اللي بتعملوه باطفالكم ده خطر. التوعيه بمخاطر عماله الاطفال، دي الجهود اللي اتخذها قاره افريقيا من اجل الحد يعني التقليل من مشكله عماله الاطفال.